خطوة نقل الأجنة. خطوة نقل الأجنة أنا بعتبرها أهم خطوة في عملية الحقن المجهري كلها. يعني الحقن المجهري بيمر بخطوات كتيرة جدا، بيمر بداية بالتحضير ثم التنشيط ثم سحب البويضات، وتبقى خطوات معظمها بياخد وقت طويل، وبعدين نيجي لأسهل خطوة فيهم نظريا، وهي خطوة ما بتاخدش أكتر من دقيقة أو دقيقتين، وهي خطوة نقل الأجنة، إلا أنها هي أهم خطوة فعلا، لأن بيبقى شايل الأجنة في القسطرة وبحطها في بطانة الرحم علشان أختم العملية بتاعتي بشكل كويس. إزاي نعمل خطوة نقل الأجنة ده بشكل كويس؟ أول حاجة لازم لو احنا من الستات اللي احنا مش هنستحمل ان يكون نقل الجنين ده بدون تخدير، لازم ابلغ الدكتور، ولازم يكون هناك تخدير علشان اكون ريلاكسد اثناء العملية وما يحصلش اي موقف مفاجئ او حركة مفاجئة تخليني كدكتور ما اقدرش ان انا انقل الاجنة بشكل كويس. الحاجة التانية هو التحضير المناسب، وهنا في اختلافات كتيرة جدا، وكل دكتور بيحضر المريضة بتاعته يوم النقل بشكل معين. في ناس بتصوم الحالات، وفي ناس بتخلي الحالات تشرب سوائل كتير، وفي ناس بتخلي الحالات المثانة ممتلئة عندهم بشكل معين. المهم ان احنا نلتزم بتعليمات الطبيب في النقطة دي، مهم جدا عشان يبقى هو شايف احسن صورة ممكنة اثناء النقل. كمان اثناء النقل اختيار قسطرة نقل الجنين، المكان اللي بيتحط فيه الجنين، عدد الاجنة اللي بتتنقل، هل في بعض الاجراءات الطبية اللي بنعملها قبل النقل زي ان احنا نحقن مواد معينة في الرحم ولا لا. كل دي حاجات بتتعمل وبياخد قرارها الدكتور بشكل معين علشان يزود لحضرتك فرص الحمل. المهم ان خطوة النقل دي هي اهم خطوة، ولازم نكون مستعدين لها بشكل كويس جدا.